مساء الخير متابعينا، ليش هيك اليوم كمان؟ مساء الخير متابعينا، مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طبعا رجعنا لكم اليوم بهالحلقه لحتى نشوف شيف ديانا اليوم شو مجهزت لنا. كل يوم هي عم تفاجئنا بطبخه جديده، عم تبتكر شغلات جديده وطيبه. خلونا اليوم نشوف شو الطيابه اليوم من تحت ايدين شيف ديانا. مساء الخير ديانا. مساء النور احمد، واهلا وسهلا فيك. اليوم كنا ننطفشك من البرنامج بس ما طفشت، كان بده يكون المطبخ لإلي بس. اليوم اكيد وصفتنا كمان كثير سهله وكثير طيبه، وبتتحضر معكم قبل بساعه من حتى على السفره الاكل. هي رح تكون كبه بالعدس. كبه بالعدس أكلة كثير طيبة وكلها بروتين، وأهم شيء إنه هي نباتية وفيجان كمان. رح نبدأ الوصفة والمقادير اللي رح تكون معنا. رح نحتاج كوب من برغل بلدنا الناعم أو الأصفر، بتقدروا كمان الغامق العمقي، كوب من العدس، تقريبا معلقتين من دبس الرمان، نص كوب من زيت الزيتون، معلقتين دبس بندوره، معلقتين دبس فليفله. رح يلزمنا بصل اخضر تقريبا 3-4 حبات بتفرموهم بشكل ناعم، وبصل يابس حبه كبيره، وبقدونس نص باقه. ورح يلزمنا من البهارات الفليفله الحمراء والكمون ورشه فلفل اسود ناعم. حلو، نبدا بالوصفه فورا. قولي يا رب. انا اليوم حابه انت تطبخها، لانه هي طبخه كمان على فكره بتقدروا الشباب هيك العزابيه يطبخوها، لانه سهل كثير. انا رح اشرف وانت بتطبخ. على راسي، تفضلي. هاتي. هلا اول شيء طبعا نحن رح نستخدم العدس اللي معنا. العدس هو اللي رح يكون الماده الاساسيه مع البرغل للكبه. فنحن رح نفتح العدس، وطبعا العدسات اللي عنا كلهم محصول تازه، كلهم من موسم جديد ومنقايين حبه حبه. شوفوا لي هالعدسات ما بدهم تنقاي ابدا، كانوا ايام زمان احمد يحطوها بالصينيه ويلا في حجره فيها. ايوه انا هيك بتذكر انه يحطوها بصينيه ويقعدوا يفرزوها. لا هلا ابدا، عدس منقى حبه حبه وعدس نظيف كثير، والاحلى من هيك انه هو موسم جديد وتازه وفريش. حلو، تمام. بنحط كوب من العدس مع كوب 3 اكواب من المي لنحطهم بقلب الطنجره وينسلقوا معنا. طبعا انا هون سالقه معي العدس لحتى ما ياخذ وقت معنا. بعد ما ينسلق العدس ويصير بهذا الشكل، قديش تقريبا على النار حتى ينسلق؟ تقريبا نص ساعه. نص ساعه. رح نضيف لهم كوب من البرغل. البرغل الناعم العمقي او الكاشف، طبعا الاصفر اللي هو بيجي بهذا الشكل. انا حبيت اليوم نستخدم البرغل الاصفر ليعطينا اللون الكبه التم كاشفه معنا. فنحن اذا بدكم انتم كبه طيبه لازم تستخدموا برغل بلدنا الكاشف او العمقي، اللي هو البرغل الدبق والمنشف على الشمس على الطريقه التقليديه. هاي اللي بنعمل منها الهريسه؟ تماما. هي الهريسه؟ ايه؟ لا، الهريسه بتنعمل بالسميد. احمد فضحتنا. بس جاي بدي ساعتها بالطبخ. هذا البرغل يعني لا تخربط بينه وبين السميد، لانه فعلا حباته كثير صغيره. هذا برغل كثير كثير رائع للكبه، لانه ملان بالعناصر الغذائيه، دبق وبلدي منشف على الشمس مثل ما كانوا يعملوه اهلنا ايام زمان. رح نحط نحن كوب من البرغل. عير لنا الكوب يا احمد. نحن بعد ما استوت معنا العدس وصار تم سخن، بنحط الكوب معه وبنسكر الطنجره لحتى يتشرب المي ويستوي معنا البرغل. اوكي شوي كمان البرغل، وبنسكر الطنجره بنعيفه تقريبا لمده ساعه لحتى يصير. حطها فوقها؟ اي عشان ما تقولي لي لا حطيتها. حاج معلش، حاجه لان هي الكاسه كبيره. اوكي. وبنغطيه لمده ساعه لبين ما تتفتح معنا البرغلاي ويتماسكوا كلهم سوا. نحن رح نعمل البصل اللي عنا. اعطيني معلقه التبله يلا. هلا يا احمد نحن هلا عنا هون بصل. البصلات اللي عنا طبعا بصل يابس، رح نقليهم بزيت الزيتون. زيت الزيتون اللي هو كثير طيب لهيك قصص ولهيك اكلات طيبه. لا هي ما بتتقلب. عم بحاول. احمد تفضل لمحلك. احمد ما مشي حاله يا جماعه ما اخرب لك بالطبخ. طبعا زيت الزيتون لهيك طبخات كثير بيعمل طعمه طيبه، وخاصه اذا كان زيت زيتون بكر من العصره الاولى. زيت زيتون طعمة الزيتون فيه، أنا يعني بصراحة زيت الزيتون بلدنا أكثر من رائع، وفعلا طعمته ثقيلة مثل ما نحن بنحبه، ولهيك طبخات ولهيك أكلات رح يعطي طعمة غير. أكيد. يعني شيف ديانا
طبعا متابعينا هلا شيف ديانا هي وعم تطبخ، عم تحكي عن ميزات منتجات طبعا شركة بلدنا. يعني ممكن يعني بعض الأحيان مثلا شيف ديانا انه يعني كانت تواجهني مثلا مشاكل انه انا مثلا عزابي ما بعرف اطبخ ما بعرف كذا. بكل بساطه انت اليوم متابعنا الكريم فينك تنزل تطبيق بلدنا وتنزل على قسم الطبخات، في الطبخات الكلاسيك وفي طبخات طبعا يلي هي طبخات بدقيقه سريعه. ايوه طبخات يعني بدقيقه. طبخات بدقيقه. يعني انت مثلا هلا مثلك مثلي مثلا عزابي، سافرت مرتك، زعلت مرتك، لا 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 بعتها لعند حماتها يومين، ما تقول انه بكره اخ يا حرام انا ما بعرف لا اطبخ ولا اساوي واشتقت لطبختها. لا ببساطه افتح على تطبيق بلدنا، عندك طبخات الكلاسيك وعندك طبخات ايش عم تعمل يا احمد؟ عندك طبخات الكلاسيك وعندك طبخات الفيجان، نقي توكل على الله. طيب احمد هلا نحن هون قلينا البصل. طبعا انا مقلى البصل عندي بزيت الزيتون، وريحه البصل مع زيت الزيتون رائعه. رح نضيف له معلقتين من دبس الفليفله، دبس الفليفله البلديه. دبس الفليفله هي دبس فليفله غرام بيتوتيه، ريحة الفليفلة اللي عن جد طالعة هيك ميبسة ويلا عم مطحونة على هالماكينة. هاي دبس فليفلة بتطلع طيبة مع قصص الكبة. رح نحط هالدبس الفليفلة معلقتين منها ونقليهم كلهم كمان مع البصل يعني. ورح ناخد كمان دبس البندورة لحتى يعطينا لون حلو. بس اللي بيميز دبس البندوره، اذا عندكم اكلات هيك رح تعملوها بالبندوره، شو يا احمد ميز دبس بندوره بلدنا؟ انه حامضه وبلديه يا عيني يعني مثل اللي بتعملوها بالبيت. يعني حفظت الدرس طبعا. والقوام شوفوا لي القوام تبعها، لانه عن جد كاني انتم عاملينها بالبيت. دبس بندوره حامضه بلديه منشفه مثل ما نحن بنعملها، وطعمتها رائعه. سوبر. وكمان لونها لون البندوره، لا صبغات ولا قصص ثانيه، بتعطينا اللون اللي نحن بنحبه وبكميه كثير قليله، لانه حتى ما لها بنضيف لها نشا لتخلي ما لها مخلوطه. يعني ما لها انه مثلا محطوط معها فليفله او محطوط معها مطعمات او منكهات او هيك. هلا نحن هدول رح نقلبهم كلهم سوا ونخليهم يتقلوا معنا لحتى يصير عنا مثل صوص او تبله رح نضيفها للبرغل والعدس اللي عنا. يا عيني على الروايح وعلى الطعمه الغرام. شغله خلينا يا احمد نطلع فاصل لحتى نقول لهم لمشاهدينا نفرجيهم كيف رح تصير معنا ونظبط السفره. عرض اليوم لأنك عند بلدنا مدلل وبتستاهل. اليوم عرض ال1 سنت من بلدنا، علبة حلويات معمول بالفستق المطحون الفاخر بس ب1 سنت. لحق حالك، الكمية محدودة، تطبق الشروط والأحكام. لما بدنا نعمل شوربة العدس لازم يكون العدس بلدي محصول جديد ومنقى حبة حبة، وأكيد بتلاقوه بس عند بلدنا. ما عليكن غير تحملوا تطبيق بلدنا بكبسة زر وبس. بلدنا كلها بركة. بتعرفي شيف ديانا شو بيقولوا عن برغل بلدنا؟ هبرته منه فيه. انا اللي بعرف. ليش؟ لانه صبغته فيه وعناصره الغذائيه كله فيه ومنشف على الشمس. تمام. برافو احمد. هذا البرغل ذكرتيني بهي الريحه تبعت التبله تبعت السمك الحره. ايوه صحيح. هذا البرغل يا احمد، شوفوا هذا البرغل بعد ما تفتح مع ميه العدس وصار بهذا الشكل معنا. لاحظوا كيف هي الكبه كلها متماسكه بنفس العيارات، بتصير معكم بهذا الشكل. هلا رح نضيف لها الاضافات ونعجنها وبتكون معنا هيك جاهزه. اسهل من هيك وصفه ما عاد في، بس وصفه ملانه بروتين وملانه طعمات طيبه.
هلا رح نحط الصوص اللي عملناه او التبله اللي عملناها ورح نضيفها. لا رح اعيف انا شوي من التبله مشان ازين فيها ممكن. شي نهار بوحده من الحلقات اللي عم نعمل اعملي لنا سمك. سمك؟ ايه والله عندنا بهارات سمك شي غرام عن جد كثير كثير طيبات. يعني خلينا نطلع هيك اخي طلعه بدنا سمك، بدنا اكله سمك، شو رايكم يا جماعه؟ موافقه أكلة موافقه. نستخدم البهارات، نستخدم الطحينه، بنعمل يا عيني ما بتحطوا له طحينه انتوا والله لازمني حلقه انا ما عم بعرف شو هي. طيب حطينا البصل الاخضر، رح نحط معلقتين من دبس الرمان. في ناس ما بتحب بس دبس الرمان بيعطيها طعمه طيبه يعني. وبيعطيها لون حلو. شوفوا لي هالدبس رمان، هذا دبس رمان كمان بيتوتي، منتجاتنا كلها بيتوتيه كاني مونينا انتم بالبيت. يعني عم تعطيك الطعمه الغنيه، عم تعطيك لطبخاتك، يعني عم تعطي حق، يعني الحق تبع اكلاتك بالطعم بالنكهه بالريحه بكل شيء، يعني عم تطلع ممنون بالاخير. تمام. هلا يا احمد رح نعجنهم كلهم سوا، بس رح نضيف البهارات. اذا ممكن انت تساعدني يلا. باضافه الكمون، معلقه كبيره من الكمون ومعلقه كبيره من الفليفله الحلوه الخشنه، او بتحبوا الحده، في عنا نحن نوعين من بهارات. وين حط المعلقه؟ مفتوح معلقه. تعال رش رش. رش لنشوفه معلميتك. تمام. تمام. هي معلقه من الكمون. ممتاز. الكمون رح يعطيها طعم كتير طيبه، بما انه كمون فريش وتازه. كمون من بهارات بلدنا اللي دائما هي سر وصفاتنا، واللي بتعطي فعلا الطبخ والاكل طعمه غير شكل. بدك فلفله خشنه؟ تمام. كمان يا معلقه؟ عيني شوفوا لي هالقوام. اذا طلعت معكم ناشفه بتضيفوا لها زيت زيتون، واذا طلعت معكم بهالقوام ما تضيفوا لها اي شيء، لانه نحن ضفنا للتبله اللي عنا زيت زيتون كافي. شايفين؟ ريحه. كمان هي فلفل اسود، بدك كمان فلفل معلقه؟ اسود رشه صغيره، معلقه صغيره من الفلفل الاسود. يا عيني يا عيني على الروايح الطيبه. هي كبه قبل ما تقدموا سفرتكم بنص ساعه ساعه بتقدروا تعملوها وتجهزوها بهالطريقه، وفعلا اطيب كبه. اتشو هي مين منكم بس يشم البهارات بصير بيعطس؟ دائما بيحطوه بتوم وجيري، سبحان الله كل رشه بده يعطس جيري، كل رشه بده يعطس جيري. شايف يا احمد؟ شايف شلون اللون صار معنا؟ يعني شوفوا لونها قوامها رائعه، والقوام رائع. هيك صارت معنا جاهزه، هي بتتاكل بصراحه سخنه شوي او دافيه، وبتتاكل تازه، لانه اذا باتت يعني ما بتطلع طيبه. فنحن هيك صارت معنا جاهزه، رح نبدا نحضرها بطبقنا الاخير، لانه كبتنا صارت جاهزه باطيب منتجات اللي بتعطيها الطعمه الطيبه. خلينا نطلع فاصل لنحضر الطبق الاخير وبنرجع لكم. عرض اليوم لأنك عند بلدنا مدلل وبتستاهل. اليوم عرض الواحد سنت من بلدنا، علبة حلويات معمول بالفستق المطحون الفاخر بس بواحد سنت. لحق حالك، الكمية محدودة، تطبق الشروط والأحكام. لما بدنا نعمل شوربة العدس لازم يكون العدس بلدي، محصول جديد ومنقى حبة حبة، وأكيد بتلاقوه بس عند بلدنا. ما عليكن غير تحملوا تطبيق بلدنا بكبسة زر وبس. بلدنا كلها بركة. كأني ما عم تطلع، لا طلعت.
كمشوني وانا عم بقلبها. انا طبعا انتم بالقالب اللي انتم بتحبوه بتقدروا تعملوا هالكبه الطيبه. انا حبيت اعملها اليوم بقالب كيك، لانه فعلا هي شكلها مثل الكيك والوانها الحلوه كثير طلعت بتشبه الكيك. فيكم كل واحد يقسم قطعه وياخذها. عن جد مثل ما قال احمد بدنا شموع. بدنا شموع. والله كان لازم. هالاكله طيبه كثير، وفيكم مثل ما حكينا انه انتم تحضروها قبل بوقت قصير وتحطوها على سفرتكم الحلوه لحتى تطلع معكم اطيب كبه كلها بروتين، واهم شغله للناس النباتيين والفيجان كثير مناسبه. حلو، جميل جدا. انت عم تعطيني كثير هاليومين بالفيجان على فكره. كترانين يا احمد، كترانين. هلا امبارح عملنا طبخه فيها لحم وما لحم وما بعرف شو. انا هذا اللي بحبه الفيجان، وهي ماني على فكره هو بس الفيجان بالاخير كمان عم بيكون في كثير مواد ومنتجات بيقدروا معنا بيعملوا منها طبخات، وكمان بتكون بديل اللحم. صحيح صحيح. سلم ايديك يا رب. شيف الله يسلمك. هلا ايمت بدك تعملي لنا اكله سمك مثل ما اتفقنا؟ هلا خلصنا من المعروك جينا على السمك. معروك مين قال لك خلصنا؟ بدك ترجعي تعيدي. خلصنا. وهذا طبقنا نحن عم نجهزه بس. طبعا متابعينا، بالحديث عن تطبيق بلدنا بامكانكم بشكل دائم انه انتم تدخلوا على قسم العروض، لانه دائما العروض اليوميه بشكل دائم هي اسمها عروض يوميه، عم تتحدث عم تتبدل، في شغلات بتجنن، شغلات رائعه يعني، في شغلات انتم بتاخذوا بواحد سنت، في شغلات فور فري، في شغلات طبعا بامكانكم انتم ايمت ما هي ضغطت زر دخلتوا على التطبيق فتحتوا على العروض اليوميه، شفتوا شو العروض، شو العرض اللي بيناسبكم، نضغط عليه، نقرا شو هو شروط العرض، وببساطه نحن اذا كنا محققين الشروط نضغط على اضافه للسله وبيتم اضافته للسله. اللي بدي ننبه عليه كثير شغله مهمه، انه نحن بنفس المشتريات يعني بنفس الطلبيه لا يجوز عرضين، يعني ما فيك انت تاخذ 2 عرض بنفس الطلبيه. هي نحن كثير لازم نكون منتبهين منها. انا هيك كمان صارت وصفتي جاهزه. الكبه بالعدس الرائعه، بما انه ما في عنا شموع انا رح احط شمعاتي الطيبات، مخللاتي تماما. مخللاتي الطيبه رح نحطهم بهذا الشكل ليبينوا مثل الشمعات عنا. هذا المخلل اللي عم بقرش الحامض اللي نحن دائما بنحبه يكون بهذا الشكل، اللي هو كمان بيتوتي، يعني كأني انتم مخللينه بالبيت لانه طعمته رهيبه كثير كثير طيب. شو قد عمرك احمد؟ كم شمعة احط؟ هاي قالوا لنا. تمام، رح نحط 4 شمعات. شمعتين اللي على الهواء يعني. شو عمرك انت شوف ديانا؟ تعب على نشوف الاحراج. عمري كل شمعة 5. طبقت ال20. طبقت ال20. ما رح اسكر اللايف لاعرف قديش عمرك. ما عندي مشكلة على فكرة. رح نضيف لهم دبس الرمان الطيب لهالاكل اللي الطيبة معنا. انا اليوم هذا الصحن لإلي. اوكي يا جماعة. اوكي بتعملي لي انا لي وحده. دبس الرمان لهيك اكلات كثير طيب وحامض وبيعطي فعلا نكهه رهيبه. صارت معنا كبه العدس جاهزه لليوم، كبه سهله كثير، ويعني شفتوا بساطتها والمنتجات اللي فيها عيطيتها طعم رهيب. جربوها بالبيت عندكم وقولوا لي شو بيطلع معكم اذا كان طبقكم اطيب من طبقي. شو رايك احمد؟ سلم ايديك يا شيف ديانا. طبعا متابعينا مع هي الاكله اللي عملتها شيف ديانا، طبعا مبدعه ديانا بهالقصص. بتحب انه تعذب الناس اللي جنبها بالروايح بالنكهات. طبعا متابعينا نحن اليوم بنكون خلصت حلقتنا، بنشوفكم بحلقه جديده مع المبدعه ديانا. استنونا بكره. باي باي. باي باي. مني ومولادي عشقورة جوا فؤادي،
اللي غربتنا. انت رفيقة عمري